السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي ندير معكم واحد بات فيتي، يعني عجينه المورق. فيها 5 د الكيسان ديال العنبه، ما يعادل 500 غرام، وشويه ديال الملحه. نكثروش الملح لان غادي تكون عجينه اللي هي حلوه. وهاد العجين المورق صراحه غادي يساعدكم بزاف في رمضان ولا غير رمضان، يعني فوق ما بغيتوه كتلقاو كتجبدوه من الكونجيلاتور ديالكم وكتخدموا به، كتجبدوه حيت يتطلق وكتخدموا به. كندير واحد المعلقه ديال زيت المائده، وكندير واحد المعلقه ديال الخل. ولا عجبكم المحتوى ديال الفيديو ديروا لي ضغطوا على الجرس وديروا لي لايك وابوني فضلا، وليس امرا، ولا يخدكم عليا الزيونات ديالي، حبوباتي الغزالات. صافي، وكنعجنوه بالماء اللي هو عادي من الصنبور. وكما كنعرفوا بان هذا العجين راه ما كيتعجنش، كنجمعوه غير بالاصابع ديالنا حتى كيتجمع كامل وصافي. ما كندلكوش، هذا العجين هذا ما كيتسلكش، كنعجنوه بحال هكا حتى كيتجمع لنا بين الاصابع ديالنا وصافي. وكنحيدوه. فهاد لاباط فيتي بصراحه كتساعد بزاف بزاف بزاف. هنا غادي عندي نص كيلو ديال الدقيق، فيه 4 ديال الزبده. يعني الزبده نوعيه اللي هي نوعيه ديال التوريق اللي كنورقوا بها. فهي فيها بزاف ديال الانواع. ديروا نتوما اللي كتعجبكم واللي كترتاحوا فيها. صافي، كنطلقوا هاد العجين ديالنا وكنحكوا فوق منه الزبده، 4 ديال الزبده كنحكوها فوق منه كما كتشوفوا معايا، وكنبقاو نلويو عادي جدا. هذه هي الطريقه المعتمده عندي، وكرا الا رجعتوا للفيديوهات اللي عندي وغادي تشوفوا البلاطو ديال المملحات اللي صايبت فيه، صراحه كتجي غزاله. وليت ما كنقدرش نتفرق معها، الطريقه هذه كتجي زوينه. دابا غادي نطلقوا ديك العجين ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا معايا، وكنبقى نديروا واحد 5 ديال الدقائق في الثلاجه ولا 10، وكنعاود عاوتاني حيت مزروب بها دابا درت التور الاولاني، نتوما كما كتشوفوا كنبقى نطلق. واخا سمحوا لي الاضاءه ما ضاويش مزيان لان كنت كنصور بالليل. صافي، وكنورق مزيان كما كتشوفوا معايا. راه ما كتخرج عندنا الزبده على برا لا حتى شي حاجه. وكنزيدوا هاد الدجاج بحال اللي كنديروا شكل رغيفه. دابا هاد التور الثاني دابا اللي درت كنعلمها بحال هكا باش نبقى عاقله. صافي، درت التور الثاني، كنديرها في الثلاجه واحد شي شويه، وكنعاود عاوتاني نطلق على الطول، وكنبقى عاوتاني نطلق على العرض. هادي كتبقى لكم مده اللي هي واخا حتى 5 شهور 4 شهور في الثلاجه. وانا بقات عندي واحد شي 5 شهور وهي هي في الكونجيلاتور، وجبتها وختمت بها في عيد الميلاد ديال بنتي. دابا هذا هو التور الثالث اللي درت. سمحوا لي ما باينش بزاف لان عندي البوطاجي صغير شويه وانتم كما كتشوفوا التوريق جا غزال. درت 4 ديال ليتور، وديروها في الكونجيلاتور وخليها فوق ما بغيتو. ان شاء الله انا نبغي نخدم لي فولوفون هذا، وغادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله باذن الله، ولا يخدكم عليا.